اللي الناس بتصدره لك دايما عن فتح مشروعك معاكس تماما للواقع. فكرة ان انت هتعيش في اي مكان وهتشتغل من اي حتة وهتركب لامبورجيني ده كله ممكن يحصل، ولكن الموضوع مش بالسهولة اللي انت بتشوفها. فحبيت الخص لك 15 سنة بيزنس في كام دقيقة، واشاركك الجانب المظلم من الرحلة اللي مش ناس كتير بتتكلم عنه عشان تستعد معنويا للي جاي، سواء كنت فاتح مشروع او بتفكر تبدأ بيزنس. بس تنويه في الاول كده، انا مش بقولك ما تبدأش بيزنس، ده اصلا عكس اللي انا بحاول اساعدك بيه هنا. بس بديك فكرة صادقة عشان تهيئ نفسك وتحط لنفسك خطة شاملة. وعندي طلب بسيط في الأول، يا ريت لو استفدت من أي معلومة بشاركها، لو حسيت إنها هتوفر عليك تعب وفلوس تكتب لي تعليق عشان تساعد القناة تكبر وتساعد الفيديو يوصل لناس أكتر في نفس موقفك. وشكرا مقدما. نرجع لموضوعنا وتعالى نبص على العشر حقائق المؤلمة عن بدء بيزنس. وسامحني لو بقول لك كل حقيقة بطريقة مباشرة جدا، بس عايز أعكس لك الواقع كما هو بدون تلوين. أول حاجة، أنت غالبا هتفشل في الأول، وهتفشل أكتر من مرة. فلازم تغير مفهومك عن أي فشل تواجهه من فشل مطلق لفشل لحظي. لازم تفرق بين الفشل وبين شخصك. فشلك معناه جربت حاجة وما نفعتش ويلا جرب التانية. والفشل ده ممكن يكون مفيش عملاء بتشتري منك، مفيش مشاهدات على قنواتك، مفيش تفاعل مع محتواك. كل ده لازم تتعامل معاه على انه خطوة بتقربك للنجاح. تاني حاجة، الفلوس اللي في حسابك هي حقيقة مشروعك. هتقول بقى بيجي لك عملاء كتير يتفقوا معاك، ناس كتير بتزور صفحتك، ناس بتمضي عقود معاك، ناس كتير بتشوف قنواتك. كل ده لا يعني للبيزنس شيئا. اللي هيبني مشروعك هو المال، ولو المال مش موجود في البنك او في جيبك هتكون دايما في خطر. تالت حاجة، هتشتغل اكتر ما بتشتغل في وظيفة. في الاول هتكون انت المسوق وانت المدير المالي وانت البائع، فلازم تستعد انك هيطلع عينك في الاول. ومهم جدا انك تحط بنفسك اطار لطريقة تنفيذ المهام المختلفة دي، عشان لما تبتدي تعين ناس يعرفوا انت كنت بتشتغل ازاي ويمشوا عليه او يطوروا فيه. رابع حاجة، ستصل لقمة الجبل وحيدا. نجاحك هيساوي وحدة، لانك اثناء رحلتك مش هيكون عندك وقت تحافظ على اصحاب، تكلم حد، تقابل حد. كل وقتك هيكون مخصص لشغلك وهيكون مخصص لبناء مشروعك. فالحقيقة المرة هنا انك قدام اختيارين، مشروعك او صحابك واي حد تاني. وللأسف ده كمان ممكن يأثر على علاقاتك العائلية، والموضوع مش هيتحسن غير لما تعين ناس تقلل الحمل عنك. خامس حاجة، المنتج لا يعني شيء بدون تسويق صحيح. أيا كانت جودة المنتج اللي بتقدمه، السوق والجمهور مش بيهتموا غير بالقيمة اللي هتعود عليهم. والقيمة دي بتظهر من طريقة كلامك عن المنتج وطريقة التسويق ليه. فلازم تحط القيمة في إطار لغوي مناسب للجمهور يبين القيمة اللي راجعه لهم، وتختار القنوات التسويقيه والمحتوى اللي موجودين عليها. ولازم تبقى عارف ان الناس بتشتري في اغلب الاوقات بالعاطفه، لازم تخلي ده دايما في راسك. الناس بتشتري بالعاطفه وتبرر بالمنطق، فتعلم ازاي تخاطب العاطفه قبل ما تخاطب المنطق. سادس حاجه، كل ما هتكبر كل ما هيبقى الموضوع اصعب. ناس كتير بتفتكر ان مجرد ما الشركه تكبر الحياه هتبقى وردي، بس الواقع عكس كده. معنى ان البيزنس بيكبر يعني عملياتك هتزيد، يعني التيم هيكبر معاك، يعني مشاكلك هتزيد، يعني العائد والمصاريف هتزيد. فاياك تفكر ان في خط نهايه للموضوع. وانت صغير المشروع بيكون تحت السيطرة، بس لما بيكبر الدنيا بتفتح معاك. ولازم تبقى باصص للمستقبل وانت شغال على الحاضر. سابع حاجة، المنافسة ما بترحمش. لازم تميز بين نوعين من البيزنس، اللو بارير بيزنس وده البيزنس اللي سهل حد يفتحه بكره ومش محتاج اي تعقيدات زي مثلا براند ملابس. والهاي بارير بيزنس، البيزنس اللي صعب حد يدخل فيه بسهوله، زي مثلا انك تعمل سوفت وير مختلف او انك تفتح شركه طاقه. دي مش حاجه اي حد يقدر يبدا فيها مشروع. لو انت فاتح لو بارير بيزنس المنافسه هتزعجك، فلازم تبقى سباق بالابتكار في طريقه البيع، تبقى موجود قدام الناس، تحافظ على العملاء بتوعك، تنافس على الجوده مش السعر، لان نسبه كبيره من المشاريع بتقع بسبب المنافسه. فلازم تدرسهم وتفضل مراقبهم عشان تستمر. تامن نقطه، السرعه تكسب الجوده. في جمله كده بتقولك better done than perfect، يعني الافضل انك تنجز الشيء من انك تخليه مثالي. فركز على سرعة التنفيذ بدل ما تستنى الحاجة تكون مثالية. سرعة التنفيذ بتديك فيدباك مباشر، بتعرفك رأي الناس بسرعة في اللي بتعمله، وبتنجز عليك الوقت في انك تعرف اذا كان المنتج ولا الخدمة بتاعتك تستاهل استثمار نفسي ومالي منك اكتر ولا لا. تاسع نقطة، اللي بتقدمه ايا كان هتيجي عليه فترة ويبقى شيء من الماضي. الجديد بيجي الاجدد منه، والكويس بيجي الافضل منه. فما تفتكرش ان اللي انت بتقدمه هيفضل على حاله طول الوقت. ده ممكن كمان على ما مشروعك يكبر يكون المنتج اتغير كليا. فلازم دايما تفكر ازاي هتطور المنتج بتاعك وهتجدد فيه باستمرار عشان يتماشى مع تطورات السوق. لازم تستثمر وقت وفلوس في محاورة العملاء وتسمع اقتراحاتهم، تشوف الناس بيتكلموا عن ايه في السوشيال ميديا والمنتديات عشان تسبق غيرك. عاشر نقطة، ما تشاركش صحابك وما تشاركش حد من عيلتك. خلي الشراكة تكون قايمة على الدور مش العلاقة الشخصية. هيحصل اختلاف في وجهات النظر كتير، وممكن خلافات شخصية تأثر على سير العمل وتحط مشروعك في خطر.
لكن لما يكون التركيز على الدور وتكون الأدوار محددة ومكملة لبعض، الشراكة بتكون أداة لدفع البيزنس لقدام مش هدمه. ودول كانوا العشر نصايح اللي أنا عايزك تحطها في راسك وتكون مستعد لها عشان تتخطى أي عقبات في رحلتك. ويا ريت لو شايف إن أنا نسيت أي حاجة اكتبها لي في التعليقات. ولو استفدت من النصايح دي يا ريت تعمل لايك عشان تساعد القناة تكبر. وتابعني، أنا بنزل فيديو كل جمعة. والسلام عليكم.